في صراع لا يحمل الملامح السياسية فحسب، بل تعدتها مخالب الاحتلال لتنهش القصة التاريخية للقدس بأكملها وتهود طابعها الحضاري. فالمشهد العمراني العربي الذي عاهده المقدسيون وزائرو القدس لعقود عدة بات يقاوم عشوائية المستوطنات وتسارع المشاريع الاستيطانية التي أمست تشوه الصورة البصرية للمدينة وتصبغها بالهوية الغربية. حولوا باب المغاربة وحي الشرف وإلى حي وسموه الحي اليهودي. هون في شغلتين، الشغلة الأولى هو العمل على تغيير النمط البنائي لمدينة القدس. الناظر إلى مدينة القدس من المطلات التي توجد حول مدينة القدس زي مطلة جبل الزيتون، قديما كان يرى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة على أنه هاي مدينة مسيحية إسلامية، إلا أنه عمدوا على بناء ما يسمى بكنيسة الخراب حتى يكون للناظر فكرة عامة مجملة عن مدينة القدس أنها يهودية مسيحية إسلامية. مقبرة مأمن الله الإسلامية القائمة وسط المدينة على نحو 200 دنم لم تعد تحمل أي وجه عربي بعد أن بعثرت سلطات الاحتلال قبورها التاريخية وعظام موتاها لتطبق مشروعها التهويدي على قرابة 85% من مساحتها، ليربط من خلاله القدس الغربية بالبلدة القديمة وحائط البراق، ما يخلق نسقا تهويديا موحد يطوق القدس وتطأ نهاياته داخل مخطط الحوض المقدس. عام 1958 تم اقتطاع حوالي 70% من مساحتها وجعلتها حديقة سميت حديقة الاستقلال. فيما بعد تم بناء مكان لبيع الخمور على هذا الجزء الغربي من المقبرة، وكذلك مراحيض عامة على قبور المسلمين بنيت في تلك الحقبة. ساحة البراق وحارة الشرف معلمان عربيان طالتهما أيضا مشاريع التهويد الثقافي في القدس، لا سيما الحزام الاستيطاني المتمركز في المحيط الغربي للبلدة القديمة وجنوبها، بعد أن بلورت على أنقاضها المتاحف والمؤسسات الإسرائيلية، إلى جانب مخططات أخرى من شأنها فرض واقع مدني جديد للمدينة ووضع اللمسات الأخيرة للمشهد العبري الوشيك. المشهد العمراني أو ما يعرف بالطابع الطبوغرافي عادة ما يترجم واقع المدينة ويروي تاريخا وحكايات نسجها سكانها الأصليين منذ آلاف السنين، ولهذا أهمية تدركها إسرائيل جيدا، فتسعى لتشويه المشهد العربي للقدس بتكثيف مشاريعها الاستيطانية ورفع رموز تهويدية تقلب صورتها الفلسطينية وتسلب تاريخها العربي. لبرنامج القدس ياسمين أسعد، الغد العربية، القدس المحتلة.